يقول لك أمير ما تختصر لي ثورة العشرين، قصة ثورة العشرين. لا صراحة اجتماعيات ما تنثال من التوسط حتى ما أتذكره. هم شرحوا بي سالفة ثورة العشرين، لكن أنا صراحة ما أعرف قصتها. ممكن تختصر لي قصة ثورة العشرين؟ ولو صار زحمة عليك فدوة خادم هذا. انا خادم، شغل عقلك واسمعني. والعباس مشغله، والله شغله، والإمام علي مشغله، لان سؤالك كلش مهم وحيل مهم. والله شغله، والإمام علي مشغله. بالبداية ثورة العشرين ايش وقت بدت؟ ثورة العشرين لأن هي من اسمها 20 يعني بدت ب 2020. ما تدري مو طيب. بسنة 1920 كانت بريطانيا محتلة شنو؟ العراق. محتلة العراق، يعني فوق الضيم والفقر اللي يمر به العراق، بريطانيا فرضوا الضرائب على العراق ويعاملون الناس بشكل سيء ما يتوقعها عقلك. يا يمه. فالمرجعية والشيوخ العشائر سووا فنك سووا تحالف. الروم هو سووا تحالف، والله ما ادري، انت بعد تعرف؟ ما تعرف. قاموا يخططون على مود يسوون ثورة. والعباس ما جاي يستهزئ، بس شنو يعني ثورة؟ ما جاي يفتهم شنو الثورة، يعني شنو معناها الثورة؟ ما تعرف الثورة؟ أنا يمك. الثورة بمعنى إنه مجموعة أشخاص أو مجموعة ناس يتظاهرون على مود يغيرون فد أمر معين، أو تغيير فد حكم، أو تغيير فد نظام. هاي الثورة. وصلت لي، عاشت ايدك والله. المهم بمحافظة المثنى اللي هي السماوة انسجن شيخ عشيرة اسمه شعلان أبو الجون. شو اسمه؟ شعلان أبو الجون. انسجن وين؟ انسجن بالسماوة. المهم لا أقول لك ولا تقول لي، طبوا عليهم 7 نفرات من عشيرة بن حكيم. قوموا بن حكيم سووا ضاربوا ويا البريطانيين. بن حكيم انا عشت بن. قوموا حرروا منه؟ حرروا شعلان ابو الجون. قبل حرروا. انا عشت بن حكيم، والعباس انا عشت بن حكيم. شلون؟ انا عمان بن حكيم، يعني انا عشت بن حكيم. والله طبك مرض. المهم ضربوا البريطانيين، قوموا حرروا منه؟ حرروا شعلان ابو الجون. فبعد ما حرروا شيخهم اللي هو شعلان ابو الجون، وهنا راح تبدي شرارة الثورة. المهم الثوار سووا، قوم الثوار ضربوا سكك الحديد والامدادات، حتى الامدادات ما توصل للجيش البريطاني. المهم بدت المعركة امتدت، الثورة امتدت، وصلت الفرات الأوسط. بعد ما وصلت الفرات الأوسط طبت الثورة وين؟ الثورة طبت للحلة. قوموا الحلاوين شو مسوين؟ زين مخشنا الحلاوين، قوموا كمشوا لكم البريطانيين، حمسوهم بالمقوار، طيحوا البريطانيين. هاي الزلم خشنا الحلة، ايش عبالك؟ المهم يضربه وياخذ سلاحه. هذا الحكي شنو؟ يضربه وياخذ سلاحه. وبهاي الطريقة الثوار كانوا يخططون الحصول على أسلحة. المهم نشرت الثورة، وصلت الثورة للكردستان وديالى، حتى طبت للغربية. طبت الثورة حتى للغربية، طبت وصلت ابويا لهناك. المهم فبالغربية اكو شيخ اسمه الشيخ ضاري. شيخ ضاري شبيه؟ شاف له فد قائد بريطاني. المهم فسيطروا الثوار على كل العراق. فالبريطانيين ما قدروا يوقفون الثورة الا بعد ما استعملوا الطيارات والسلاح الجوي. لكن الثورة بذاك الوقت نجحت ووحدت هواي ابناء العراق من غير السنة وغير الشيعة. وهنا كانت تنتهي قصتنا ثورة العشرين. هذا ملخص فقط، يعني اللي قلت لك عليه فقط ملخص. العظيم تستاهل لايك ومتابعة وإعادة نشر على هذا شرحك، والله العظيم اني بالخدمة.